تعادل. كابتن ابو الدهب، عندك تفسير ان الركراكي موجود مع المنتخب الاولمبي في باريس، وحسام موجود في نهائي، حسام حسن موجود في نهائي كاس الرابطه؟ اولا الركراكي مدير مشرف على المنتخبات المغربيه يا اسلام، ويمكن انا شفته في مباراه اسبانيا كان بيدي تعليمات من المدرج، وبين الشوطين نزل وكان بيدي تعليمات لبعض لعيبه النادي المغرب. دي معلومه جامده. لا في اوضه اللبس كان بيدي وجابوها يا اسلام، وكان واقف مع بعض اللاعبين ومنهم اشرف. لا انا شفتها. ماشي. وانا بقول لك دي حاجه زي ما قال الكابتن. لا هو مشرف، هو مشرف على المنتخبات المغربيه كلها. طبعا اول دوره والا اذا ما كانش يبقى موجود، او المدير الفني كان ممكن ما يتقبلش حاجه زي كده. لكن واضح يا اسلام، واضح يا اسلام، يعني تاكدوا لي من موضوع المشرف ده يا جماعه. ما انا بقول لك لكن هو وجوده، ما انا بقول لك هو وجوده وانت قلت كان موجود في وكان موجود في اوضه اللبس ونزل بينه الشوطين في ماتش. لا اهدى بس. شفته والله، شفت فيديو شفته وهو بيتكلم مع اشرف حكيمي، وهو موجود في موجود بينه الشوطين، وهي اللعيبه بتنزل الشوط الثاني. لا يا كابتن ده في ماتش اسبانيا. اكيد انت الفيديو ده منتشر. لا ماتش اسبانيا انت اللي شفته بس يا اسلام، ده نزل بينه الشوطين واتكلم. انا بقول لك اهو، وكان بيدي تعليمات في ماتش اسبانيا في اولمبياد باريس، ونزل بنفس التيشيرت الابيض اللي هو لابسه. عشان مش هخلص الحلقه ماشي هخلص، لكن انا خلي بالك الكابتن حسام حسن عارف قوام المنتخب ومش هياخد، مع ان المفروض كان يبص على المنتخب الاولمبي ويتفرج على بعض اللعيبه اللي ممكن بعد كده يعني تحتاجها مستقبلا. واحد زي محمد شحاته ظهر بشكل كويس، ابراهيم عادل. هل ده مبرر ان هو ما كانش موجود في ماتشين الاهلي وبيراميدز؟ لا لازم يبقى موجود، ولازم اتفرج على بعض اللاعبين في الملعب، ولازم ادي دفعه قويه كمدير فني للمنتخب، اشوف بعض البدائل. واحنا كنا بنطلب ان هو يبقى موجود في كل الماتشات، سواء بقى سيراميكا وفاركو، سواء الاهلي والزمالك، سواء بيراميدز وزد. لازم يكون متواجد المدير الفني، لان كل اللعيبه اللي موجوده في الدوري المصري ليها فرصه وليها استحقاق ان هي تنضم لمنتخب مصر. طيب كان يعني في برضه احنا مش اول ناس تستفسر عن عدم وجود حسام ابراهيم في ماتشين الاهلي وبيراميدز. ده في موقع ايه اللي نازل يا رجاله؟ ده في طيب وفقا للزميل الصحفي محمد غبن في الدستور، موقع الدستور، ان فضل الجهاز الفني للمنتخب الوطني الاول لكره القدم بقياده حسام حسن متابعه مباراه بيراميدز والاهلي من خلال شاشات التلفزيون دون التواجد في مقصوره استاد الدفاع الجوي لمتابعه لاعبي الفريقين في الدوري الممتاز. وكشف مصدر داخل اتحاد الكره ان سبب عدم حضور جهاز الفراعنه للمباراه قد يكون مرتبط بازمه مقاعد المقصوره الزجاجيه في استاد الدفاع الجوي وعددها 34 مقعدا فقط، الامر الذي فضل معه الجهاز الفني اتاحه الفرصه لحضور مسؤولي الفريقين. طب والماتش الاولاني ده الماتش ما هو بالتالي بقى ما هو الماتش الاولاني كان بتاع الاهلي. هو المدير الفني، لا هو ده مبرر. لا هو المدير الفني محتاج ان يقعد في المقصوره. هو ده يعني انت النهارده يا كابتن مجدي وانت ده مش مبرر طبعا، ده مش مبرر بالنسبه لي، او انا ما اقبلوش. لو يعني انت ماسك مدير فني المنتخب الاولمبي، لو ما عنديش بص وانت رايح هتشوف ماتش في الدوري لازم اتفرج عليه من الملعب. هيقولوا لك مالكش. انا افهم مثلا يتقال انا راجل غلبان وعلى قد حالي. اولا المدير الفني هو لازم المدير الفني اللي يروح يتفرج على ماتش يا اسلام، هو لازم المدير الفني لما يروح يتفرج على ماتش لازم يتعمل له بروباجندا. انا ممكن استخبى انا والمدرب العام بتاعي واتفرج على اللعيبه، مش لازم الدنيا كلها تشوفني ان انا بتفرج. يعني انا بتكلم مش يعني انت لو ما لقيتش كرسي في المقصوره مش هتقعد. الكره المصريه كهيد كوتش للكره المصريه لو طلب انه يروح اي ملعب بيتعمل له يا جدعان ده الماتش بيتعمل له مكان. لا انت الماتش الاولاني في ايه؟ ده اهم شخصيه موجوده في الكره المصريه. بقول لك هيد كوتش ده مدرب منتخب مصر. نعم يا استاذنا، ده اللي انت بتقوله ده الماتش الثاني بتاع الدفاع الجوي. الاول او الثاني؟ لا يا حبيبي ده الثاني، انما الاولاني كان بتاع النادي الاهلي اللي كان في استاد القاهره. الاستاد مليان واسع، يعني حتى لو راح قعد تحت الساعه عادي مفيش الجماهير هنا ولا صح في اي مكان هروح اتفرج على الماتش. فده الماتش الاولاني هو ما راحوش ليه؟ ده اللي انت بتقوله ده الماتش الثاني. يبقى اذا كان المفروض يكون موجود في الاولاني والثاني والثالث والرابع. لا استنى بس اسمع بس اللي هو في ما تعد غنمك يا جحا. ما هو خلي بالك اللعيبه اللي واخدها كابتن حسام هم معروفين. هو استاد القاهره اللي بياخد 120,000 متفرج. انت واخد بال حضرتك؟ ايوه. انت جاي على الماتش الثاني اكيد بعد الانتقادات ان في المدير الفني ما حضرش الماتش الاولاني فقاموا جايين مطلعين التبرير ده.
البوست اللي هو تبرير ده تبرير. يعني انا ما زي ما انت بتقول كده، وليه؟ انا راجل رقم واحد بالنسبه للمنتخبات في مصر، ولما اقول عايز اتفرج على اي ماتش لازم يتوفر لي، لازم يتوفر لي ان انا اروح اتفرج حتى لو الاستاد 130 من الف مشجع. انت عارف يا اسلام عندنا ويقعد تحت الساعه، ما تاخدش الجهاز كله، خد الاثنين، انت والمدرب العام او انت واخوك بس. بص يا اسلام، اتحاد الكوره نفسه الشغل بتاع المدربين في اتحاد الكوره اخو ابراهيم حسن ماشيين باسلوب، طبعا ماشيين باسلوب انا شخصيا بعترض عليه باعتراض شديد جدا. المفروض ان الهيكل بتاع المنتخبات يكون كله في سلسله واحده مربوط ببعضه يا اسلام. ازاي؟ الالمان ليهم تجربه فريده في الموضوع ده من فتره. طبعا شوف العقليه كيف للاعبين المغرب، واليوم كيف انهيار تام للفريق المصري. فانا اعتقد المغرب يستحقوا فوز في مباراه اليوم. هي عقليه ولا هي امكانيات؟ عقليه وامكانيات دكتور، لان شاهدنا المنتخب المصري بدا يعني بدايه كانت نوعا ما من ناحيه الاداء غير جيده، لكن تصاعد الرتم، لعب مباراه كبيره امام المنتخب الفرنسي، كان قريب جدا انه يتواجد في النهائي حتى. صحيح كابتن، كان لاعبين المغرب دائما هم اللي يلعبون. اللاعبين المصريين تلقى كل 3 ايام مباراه، حتى الحمل المباريات ما عندهم، لان في بعض اللاعبين المصريين ما يلعبون في الدوري المصري كذلك. فبالتالي كان الفريق المغربي هو الافضل طوال الدوره. حتى يعني لو انت سيره الفريق المصري من اول مباراه ما كان فريق جيد كابتن استاذ سليم، والمباراه الثانيه ما كانوا الا المباراه اسبانيا. بس انا اعتقد ان الفريق المغربي يستحق يكون في هذا المكان. ما في شك، نجدد لهم المباركه. وسفيان هو نجم، نفخر بصراحه، هو الافضل لاعب في اسيا اعتقد، والان حتى في الاولمبياد هو الافضل. صحيح، هداف كل اسم سفيان جيد، سفيان البخاري وسفيان ما في شك واحد من ابرز النجوم والاسماء من خلال هذه البطوله سفيان رحيمي. اذا لم يكن النجم الاول في هذه البطوله، هو الهداف الاول في هذه النسخه الاستثنائيه بالنسبه للعرب. كابتن رضا، ب8 أهداف، انك تحضر بهذا العدد وبهذا الكم وبهذه الشخصيه وبهذه الكاريزما من خلال هذا المحفل العالمي الكبير، امر مستحق لسفيان بعد ما قدمه في اسيا، ذهب للاولمبياد بهذه النجاحات الكبيره. مساء الخير زميلي محمد، مساء الخير لكل الزملاء الموجودين معك في الاستوديو، مساء الخير لكل المشاهدين والمشاهدات الكرامات لقناه ابو ظبي الرياضيه. انا سعيد جدا كون انني عشت هذه اللحظه الجميله، اللحظه التي يذوب فيها المنتخب المغربي على كل المنتخبات العربيه في الوصول لاول مره الى منصه التتويج على مستوى رياضه كره القدم. صحيح كان اليوم هذا الامر على حساب منتخب عربي شقيق، ولكن انا اتصور على ان المنتخب المغربي جنى ثمار عمل في العمق، واستطاع الى حد بعيد على انه يتعامل مع هذه المباراه بالترتيب على انها مباراه نهائيه. وربما انه كان اكثر من المنتخب المصري قدره على التخلص من المترسبات السلبيه التي ورثتها الهزيمه امام المنتخب الاسباني في الدور النصف النهائي، ويقطع الطريق على المنتخب المغربي بوصول المباراه النهائيه بالرغم من الممكنات الفرديه الكثيره. ثم ايضا تمكن على انه يدبر الجانب البدني بذكاء كبير جدا، لانه كان يعرف حق المعرفه على ان المنتخب المصري لعب المباراتين الاخيرتين في الدور الربع النهائي امام منتخب الباراغواي، وايضا مباراته امام المنتخب الفرنسي لعب قرابه 120 دقيقه، وهذا كان يعني عباره عن استنزاف حقيقي للمخزون البدني للاعبين المصريين. يضاف الى ذلك الاصابه المبكره لسيد زيزو الذي غادر المباراه. نعرف جيدا على ان سيد زيزو عنده دور كبير جدا في تفعيل خط وسطي وهجومي المنتخب المصري. يعني اليوم لما انا تحدثنا الى المدرب المغربي طارق السكيتوي، انا شخصيا سالته ما هي يا ترى الجوانب التي تم استثمارها لتحقيق هذا الفوز العريض، لان كنا ننتظر ان تكون مباراه صعبه. ربما كنا نقول من تلقاء انفسنا على ان المنتخب المغربي مؤهل فرديا بما يملك من لاعبين مميزين، يعني يمارسون في كبريات الانديه الاوروبيه على انهم مؤهلين لتحقيق الفوز، ولكن كنا نعرف على ان المنتخب المصري
يتمتع بروح الفريق بروح المجموعه، ويعوض ربما على النقص في المجال المهاري بالتماسك الجماعي. ولكن قال المدرب المغربي على انه من البدايه طلبنا من اللاعبين انه يمارسوا الضغط العالي ويحاولوا ينوعوا من اشكال الاختراق سواء جانبيا او على المستوى من وسط الملعب. وهذا اللي نجح فيه مدرب المنتخب المغربي بدر في هذه المباراة بتقديم يعني نسخة رائعة من الأداء والمستوى والسيطرة والنتيجة لتحقيق نتيجة بكل تأكيد لجميع العرب باسم المغرب. لذلك نجدد المباركة لك وللشارع الرياضي المغربي العربي بهذا الإنجاز الذي تحقق، ونشكرك على تواجدك الدائم معنا في برنامج أولمبياد باريس.